قررت لجنه الطوارئ بالفيفا توقيف الجامعه الملكيه لكره القدم والتشطيب عليها. هذه الجمله كانت في رساله الفيفا للجامعه الملكيه يوم 3 ديسمبر 1958، والسبب كان دعم المنتخب المباشر لاستقلال دوله الجزائر في لعبنا ضد جبهه التحرير الوطنيه الغير معترف بها، واللي جول لاعبيها هربوا من الجامعه الفرنسيه. امنا في الخمسينات ضروره توحيد الخريطه ديالو باش يحتاج سوبيع شد النادي ديالنا في 2024 لساعات بالمطار. السبب الخريطه ديالنا. الفوز هذا فرحني بزاف، وانا من روكير كنحب الجزائريين بزاف. غتقولوا لكم الخاوه ديالنا، وان شاء الله ربي ان شاء الله يحلوا الحداده، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يحلوا الحداده. 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري. هاد الحلقه برعايه منصه اي بي مور تي في، منصه مغربيه كتبيع الشراكات القنوات العالميه. تلقاو فيها بين سبورتس، كانال بلس، سكاي والاس اس سي، افلام نتفليكس وديزني وجميع القنوات ديال العالم اثمنه مزيان وتفادى المشكل اللي عند كلشي ديال التقطاع. كون هاني غيعطيوك سيرفر الدوله اللي فيها. الا كنتي محتاج هاد الخدمه تواصل معاهم في الرقم اللي كيبان دابا، راه كاين حتى في الوصف. Devant 15 000 spectateurs assemblés au stade municipal, la sélection de football d'Alger rencontre celle du Maroc. العلاقه الكرويه بين البلدين بدات قبل الاستقلال ديالهم بجوج. كانوا كيلعبوا كاس شمال افريقيا منظم من طرف اولنا اتحاد عصب شمال افريقيا مكونه من عصبه المغرب، تونس، ثم عصبة وهران وعصبة قسطنطينة والجزائر. بحال شي بطولة منظمها فرنسا في الدول اللي مستعمرها واللي كانت في المجموع 22 عصبة منضوية تحت لواء الجامعة الفرنسية لكرة القدم. L'association sportive de Saint-Eugène reçoit le VAC de Casablanca en 16e de finale de la Coupe de l'Afrique du Nord. بعد استقلال المملكة المغربية مباشرة تم إنشاء الجامعة الملكية لكرة القدم خلفا للعصبة المغربية. تم تكليف عدة شخصيات بإنشاء منتخب وطني وعلى رأسهم الأسطورة العربي بن مبارك، واللي غير عامين قبل كان لاعب نادي الاتحاد بالعباس بالجزائر. بعد ما سال الكارير الاسطوريه باوروبا وبغى يرجع للوطن، لبى طلب احد اصدقائه الجزائريين ولعب بالنادي ديالو لمده سنه كان فيها المدرب والنجم الاول الفريق. يونيون سبورتيف ميزيرمان دو بالعباس، كانوا فيها تبارك الله شي دراري من ضمن لي جوور. كان يلاه بدا داك حارس المرمى الداي. سنتين ورا تأسيس الجامعة كانت الجزائر باقة تحت السلم، حركة التحرير في أوج كفاح، فقرروا بإشراف السيد محمد بومزرق إنشاء منتخب قومي تحت اسم جبهة التحرير الوطني معروف آنذاك بالإف. جول لاعبي هربوا من أقوى الفرق الفرنسية وبعضهم كاع كان من دعامات المنتخب الفرنسي آنذاك اللي ما بقى ليه والو على كأس العالم. فكانوا كيلعبوا وديات ديك الساعة وكانت ورطة حقيقية خلات فرنسا تصدر في حقهم برقيات بحث ومذكرات اعتقال دولية. وصل منتخب الإف لتونس وبداو كيوجدوا البطولة ودية فيها الدولة المضيفة تونس، المغرب، ليبيا، ثم الجمهورية العربية المتحدة. المنتخب اللي كان توليفة بين مصر وسوريا، الشيء اللي خلى الجامعة الفرنسية ترفع الشكوى للفيفا. هذه الأخيرة أقرت يوم 7 مايو 1958 بعد شرعية الإف وأنه أي منتخب يلعب ضدهم يكون مصيره الطرد من الفيفا. مصر وسوريا حسوا بالخطر وانسحبوا، فيما أصر المنتخب المغربي على لاعب المقابلة، وداك الشيء اللي كان يوم 9 ماي 1958 فسال الماتش بفوز جبهة التحرير ب2-1. خسارة صغيرة للمنتخب قدام داك الشيء اللي جاي. ما داش بزاف د الوقت حتى توصلت الجامعة الملكية برسالة من الفيفا مفادها إلغاء عضوية المغرب بالفيفا، وبالتالي لا يحق للمنتخب أو الأندية المغربية باللعب في أي مسابقة خارجية أو تنظيم أي تظاهرة. بمعنى آخر أصبحنا معزولين عن العالم كمنتخب الإف. القرار لا يوصل للملك محمد الخامس رحمه الله، فكان جوابه الشهير إلا ما كفاتهم سنتين التوقيف يزيدوا 4 سنوات على قبل الجزائر. وخذينا سسبونسيون تونس وحنا لان هما كانوا الاكثريه جالسين في تونس. عطاكم عامين، عطاونا 2 وقال لنا محمد الخامس الله يرحمه الا ما قدرش يعطيو 4 سنين. والفتح والمغرب ضاعف 2 وكانت عندهم فرقه واقفه ذاك الوقت. موقف بطولي من الملك ما دير دلعوا للدولة الشقيقة في شحال من مرة. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. وزاد أنه آمر بتحضير جولة للإف بالمغرب لعبوا فيها بعدة مدن. عملوا دي تورني لي مدراهم. لعبنا 9 ماتش
في المغرب. طبعا لعبنا في وجدة. وجدة كان الجمهور جزائري في الحدود. بومدين تي بريزون ثاني. داز الوقت والجزائر خدات الاستقلال ديالها. بعد ولي الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، فين كانت العلاقه جد رائعه بين الملك دعم ولا زال يؤمن بالاخوه وضروره اكمال داكشي اللي بدا الاب ديالو، فين كان مرحب بالانديه الجزائريه في كل ماتش. بل في احدى المرات الجيش كانوا لاعبين بالجزائر ضد اتحاد العاصمه، فكلف راسه عناء التنقل ومشاهده المقابله بالجزائر. بل اكثر من هذا، امر اللاعبين الجيش باش يحبسوا البيوت ويخليوا الفريق المضيف يتعادل تجنبا لاي احراج. ولكن ايوه سيدنا سيرتي قال حطوا الكره حطوا الكره مع احمد حطوا الكره. يعني قال لكم ما تربحوش بشي نتيجه، خرجوا تعادل. تعادل احنا خوت. فمع مرور السنوات كل شيء تقلب، والاصدقاء ديال الامس انقلبوا على الملك وبداو حروب حدوديه، بدايه بحرب الرمال. فهنا كل شيء تبدل ودخلوا الدولتين طريق مظلمه، خصوصا الجاره بعد ما تبنات الشرذمه الانفصاليه وكانوا بمثابه المحرك ديالها. اما من جهه المملكه كانوا اولويات كبار عند الملك اللي كان كيدوز من اصعب الايام بالسبعينات. Il est certain de son bon droit. Ces paroles ont naturellement trouvé un écho dans la population qui a fait de Marrakech à Mogador un triomphe à son souverain. 9 ديسمبر 1979 المغرب غيكون في مواجهه ضد الجزائر برسم الدور الثاني من اقصائيات الالعاب الاولمبيه. كان اهم ماتش انذاك يتلعب مركب محمد الخامس امام 50,000 متفرج بعد 4 سنوات من تهجير القصر الالاف المغاربه قاطنين بالجزائر. بعد 3 سنوات من حروب امقاله تم استقبال المنتخب الجزائري احسن استقبال. المغاربه كلهم كيتسناو الماتش بما فيهم الملك الحسن الثاني رحمه الله، واللي كان تايق في المدرب كليزو. هذا الاخير كانت عنده تشكيله شابه رائعه، قدمت ماتشات كبار بدوره سبليت، لكن في اخر لحظات بدل كل شيء ورجع للاسماء المتمرسه. فكانت ضريبه ثقيله، خساره ب5-1 وسط دونور امام دهشه الجميع. ما هناك عناصر شابه ما شكت في هذه المقابله، وانطلق من بن حوله ينطلق بن حوله وهدف لا ثالث الخامس، الهدف الخامس. فأجدار الجمهور الغاضب آنذاك صفقوا على المنتخب الجزائري رغم مرارة الهزيمة. تسجيل بالحولة 3 أهداف، رضوان هدف 1 وعصاد هدف 1. بن يوسف وادية من الملعب الشرفي بالدار البيضاء. إلى اللقاء وشكرا على حسن انتباهكم. 10 سنوات وراء هذا الماتش يجي الفينال عصبة 1989 من الرجا ومولودية وهران، فين سال الذهاب بالدار البيضاء فوز النسور. بأن هناك خطأ ارتكب ضدك. هذه محاولة والحكم يعلن عن الإصابة لأنه في الشباك وتأجل الحسم للإياب. فتم وضع إقامة النادي الأخضر بقلب الأحياء الشعبية بوهران، زيد الإهانة والتلفظ بالسب والقذف حق مدرب الرجاء واللي للأسف كان جزائري، واحد من رموز التدريب بالبلاد الشيخ رابح سعدان اللي ما قدرش يصبر وبدا يبكي وتمنى يدي معاه العصبة للبلاد اللي قدراته. أنا سعدان قبل ما نديرو الاجتماع لقيتو كيبكي في ذاك الكولوار غادي وكيبكي، حيت الجمهور كان كيعايرو وناضوا الجمهور كانوا ضده وكيعايرو وداروا عليه واحد الناشي كيبكي. وكان معايا خالد في الكولوار، خالد موسالي، ويقول لي خالد راه سعدان كيبكي. مشيت عنده عندك تبكي سي سعدان مالك؟ قال لي بغيت نربح هذا الماتش بأي طريقة، بأي طريقة واخا بلادي هذه بغيت نربح هذا الماتش، بغيت نخرج لا كوب من الجيري. وقدام خالد عندك هنا قلنا ليه والله سيدي تا غدي لا كوب معاك بالله وغنتقاتلوا معاك. فإلا بقينا ندويو على الحوادث بين البلدين ما غاديش قدنا حلقة وحدة. فثار هذا القرف وضع الراية المغربية وثار مضايقات بالمطار، عكس حنا اللي في كل مرة كنصادفوهم كيشوفوا حسن الجوار. الله فاجئونا، حنا رانا في مقابلة في التركيز، جاونا بكل أخوة بكل محبة، يعني فاجئونا يريدون أن يحتفلوا معنا بالمئوية، بارك الله فيهم. جينا المغرب، يعطيكم الصحة، حسن الضيافة هكذايا ما شاء الله. هنا كما يقولوا المغاربة والجزائريين خاوة. السلام عليكم، نشكروا خوتنا المغاربة على الاستقبال من المطار. من النهار الأول اللي حقنا المطار وما ضيفينا، كاين خاوتنا داوم حتى المنازل تاعهم، خرجوا من لي زوطيل داوم المنازل تاعهم، الله ربي يحفظهم، كرمونا وضيفونا. حاجة اللي كتبان حتى في الخطابات السياسية للبلدين، فين تلقى جلالة الملك كل مرة كيرحب بالصلح
والتعاون بين البلدين، فيما الخطابات المراهقة للطرف الآخر أتلقاها كلها كره وتحريض على التفرقة بين الشعبين. وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. وبالنسبة للشعب المغربي فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين. ولعل أهم وأحدث واقعة كانت في حق نادي نهضة بركان فين سافروا لعب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد نادي اتحاد العاصمة. حتى لهنا كلشي مزيان، وصلات البعثة وهما كيتسناو استكمال الإجراءات الروتينية من مطار الهواري بومدين، يتفاجئوا بمصادرة الحقائق والأمثلة من طرف الجماهير حجة تواجد أشياء ممنوعة من دخول التراب الجزائري. لا، ماشي منشطات ولا شي حاجه اخرى، الجمارك حجزات على اقمصه النادي حجه ان فيها شي رموز تزعزع استقرار الدوله الجزائريه. خريطه المملكه الشريفه اللي معتمدها النادي البركاني منذ سنوات بالاقمصه ديالو خلات اجهزه الدوله الكبار تدخل في الصنفار وخلاتهم يخرجوا النسخه العسكريه الحقوده بتعابير حشومه تقال وفد نادي فيه لاعبين وبعض الاطر الاداريه. فلولا بعض الفيديوهات الملتقطه من هواتف البعثه لصدق العالم اكاذيب اللي حاولوا يغطيوا بها على هذه الفضيحه. لا حراج أقمصة للكاف صادقة عليهم منذ بداية المنافسة، فباش يبانوا عندهم نية زوينة جابوا أقمصة من صنعهم، الشي اللي مخالف لقوانين الكاف. وكون بركان قبلات تلعب بهم كانت تتعرض لعقوبات. الدولة اللي بسببها توقفنا من الفيفا حيت لعبنا مع جبهة التحرير ديالها بهدف واحد، انه نعاونوهم باش يوصلوا فكرة الاستقلال وطرد المستعمر، تكوين دولة حرة بخريطة مستقلة. دوز الوقت ويحتاجوا مجموعة من الشبان العزل جايين باش يلعبوا مقابلة كرة، يستقبلوهم بجملة انتم مطرودون من التراب الجزائري. رجعت البعثة للمغرب والكاف اعلنت فوز النهضة البركانية بالمقابلة، والكل كيتسنى الاياب وكيفاش يكون الرد المغربي. تعقيدات بمطار وجدة، نقل مهترئ، كلها هذه كانت توقعات من الجانب الاخر، لكن الاصالة والعراقة ديال المملكة كانت ارقى بكثير واكبر من انها تدخل في صراع مع اجهزة اكلت دارو عليها بحالة حتى حاجة ما وقعتش في الذهب. هنا الكل عرف حجم الغلط، اولهم جمهور اتحاد العاصمة واللي حسوا براسهم كضحية في هذه اللعبة القذرة، تقصاو من بطولة بسبب قرارات غبية. الجهاز كيتدخل في اي حاجة في البلاد بحال هاد الاستفزازات وقعوا عشرات المرات. كانت تنقلات الجماهيرية بالجزائر شكون فينا ما عقلش على حادثة اعتقال بعض مشجعي الراجل، واللي ما تشدش كلا العصا من عند البوليس ديالو. اول حاجه غنقول الله ياخذ فيهم الحق هذوك البوليس ديال الجزائر، دوك تعداو علينا، ضربوا عباد الله بلا حق بلا شرع، ما درنا والو، تعداو عليهم وضربوهم، ما درنا لهم والو. ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر عرسا كرويا مغاربيا، وجد اللاعب والمدرب والإداري والإعلام والمشجع نفسه في موقف لا يحسد عليه. اعتداء طال الجميع، إصابات متفاوتة الخطورة، جرحى هنا وهناك، دموع وحسرة على عرس تحول لمأتم. يعني كاين واحد 4 ولا 5 ديال من الجمهور اللي عندهم إصابات بالغة اليوم تيفاكيو على لي زوبيتو ديال مدينة سطيف. غير البارح والجزائر لعبت نهائي كاس افريقيا، يكفي انك تخرج لساحات مدن المملكه لتظن نفسك بعنابه ولا وهران. الكل يهتف بالرايات الجزائريه وكلنا فرحنا ملي خوتنا داو اللقب. Les rues de Casablanca aux couleurs algériennes. Parmi les supporters, de nombreux Marocains ont eux aussi vibré pour les Fennecs. الرايه اللي حنا كنعتزوا بها ونعبروا بها على فرحتنا معاهم، غتلقاهم ديما رافضين يطلعوها في ملاعبهم وبلا ما نهضروا على الاعلام الكسول اللي باقي عايش في الستينات. اخبار غبيه، اساليب استفزازيه كتفادي ذكر اسم المنتخب في اي نجاح كروي. علاش باقيين هاد الممارسات العسكريه المراهقه تجاه دوله فيما جيتي تلقاها منشغله بالمستقبل معتزه بالماضي؟
النظام الجزائري إلا عندكم شي غل أو حقد دفين تجاه المملكة الشريفة، هنا راه عندنا كأس إفريقيا وكأس العالم كنوجدوا لهم من دابا. الشعب الجزائري راكم خوتنا، كان معكم مروان. ما تنسوش بارطاجيو الفيديو وتشاركوا في القناة. تهلاو. وأكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.